هسأل حضرتك سؤال بس، السؤال بيقول الزوج والزوجة كأسرة لما بيحصل بينهم مشكلة أو خناقة وزعيق، فوجود الأطفال وشايفينهم في الموقف ده، الأسلوب ده رأينا إيه فيه أو نميزه إزاي؟ طبعا هو العنف قدام الأطفال بيأثر نفسيا على الأطفال، بيأثر بشكل سلبي على شخصية الطفل، بيحس بيكون شخصيته مهزوزة ومتوتر وكمان بيورث العنف. يعني الطفل لما يكبر هيمارس نفس يخليه في المستقبل تحصل معاه مشاكل نفسية طبعا هو مشاكل نفسية من وهو طفل، بس بيكرس العنف كمان وبيمارس نفس الأسلوب لما يكبر. طب حضرتك أنت رأيك إيه؟ نفس الموضوع يعني الأب والأم لو حصلت بينهم مشاجرة أو مشكلة وزعقوا لازم ما يبقاش قدام الولاد، عشان هما كمان هياخدوا الموقف ده، هيبقى ده الاسلوب التعامل معانا، يعني هيبقى يعني أي بيت بيبقى أي أسرة عندها مشاكل، فإحنا نقول بس نخلي يا ريت الأطفال بعيد عن المواقف دي. طبعا لازم يكون جو الأسرة فيه تفاهم أكتر، ولو هيكون فيه خلاف ما يكونش الخلاف ده قدام الأولاد. طب نصيحة أخيرا للزوج والزوجة أو الأب والأم نوصلها لهم، نقول لهم إيه؟ نقول لهم ان خلي البيت يكون فيه يسود فيه جو التفاهم، واذا حصل اي خلاف لازم يكون بحكمه ويكون مش قدام الاولاد. شكرا، فرصة سعيدة، اتشرفت بيكم. السؤال بيقول ايه؟ الأسر وبالنسبة للاتنين المتزوجين، تمام، الوالد والوالدة، دول تصرفهم ايه لما بيجي يحصل ما بينهم خناقة أو مشاجرة في البيت والأطفال موجودة؟ نحكم على الأسلوب ده بإيه؟ ده عنف أسري، الولاد لازم هتتعقد وش، يعني لازم يبقى في تفاهم، يعني الأب والأم بالظبط، لأن الطفل بياخد انطباع. أكيد طبعا، خلاص بابا بيزعقوا، إذا كل ده هيعملوا مع بعض، هم الإخوات مع بعض هيقدروا يزعقوا شوية مع أصحابهم بره وهكذا. طبعا الخناقة ده شيء طبيعي بتكون في أي بيت مثلا. أكيد طبعا، هو في حد بس ننصح بلاش الشكل ده. بلاش قدام الولاد، هيبقى في انفعال، لا تعالى نتكلم جوه مثلا. طب ده ممكن يخلي الطفل ياخد انطباع ازاي يعني، او يعني بابا وماما في خصوصيه، لا في تفاهم، يحلوا مشاكلهم جوه بعيد عن البيت. طب تنصحي اي والد ووالده تقولي لهم ايه يعني؟ لا لازم يحلوا مشاكلهم بعيد عن الاطفال. بلاش نخلي الاطفال تدخل ما بين علينا ونشوف المناظر، لا طبعا صعب، لان العنف ده موضوع مش سهل، يعني بيربيهم عقده من جواهم. طبعا، وبيغير ده في المستقبل لما يكبروا. طبعا. شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. بحاجه يكون فيه محبه، يكون ما يشدش الراجل، يعني لازم واحد من الاثنين تمام، يمتص غضب اللي قدامه، اهم حاجه تمتص غضب اللي قدامه، عشان برضه وجود الاطفال بتتعلم، وانت لما بتعمل اي حاجه هم بيتعلموا منك وبياخدوا انطباع. ايوه، وانت بقى لما تعمل حاجه حلوه قدامهم هيعرفوا، هيحب الناس، هيحب الناس، عامل الناس كويس هيعمل الناس كويس. يبقى عشان كده لازم نراعي الاطفال دي عشان ما تاخدش عننا انطباع، فيبقى السلوك كويس ما بينهم. ولو في حاجه زي كده طبعا كل بيت فيه مشاجرات، بس يبقى بعيد عن الاطفال. في مشاكل كله، بس ايه، في المفروض يعني بالراحه بينها وبين زوجها، معلش استنى طيب، وبعدين نتفاهم جوه مثلا. طبعا الاطفال لما تنام، لما ممكن يعني ايه تهدى الاول، وبعدين ايه يبقى الكلام مع بعض. طيب تنصحي اي يعني ام واب تقولي لهم ايه كنصيحه؟ انا بنتي متجوزه، حصلت مثلا مشكله ولا اي حاجه، اقول لها بصي يا ابني اهدى، انا عايزه بقول ارسم الصليب واهدى كده واقعد على حيلك، وامتص غضبها، انت هي زعقت انت امتص غضبها، هو زعق انت امتص غضبها، يرتاحوا مع بعض، وبعدين تقول له انا اسفه، او هو يقول لها انا اسف. طبعا لازم يقول انا اسف، صح، وبعد كده تمشي الحياه. شكرا يا نشا. هسأل حضرتك سؤال، السؤال بيقول ايه؟ الزوج والزوجه اولياء الامور يعني لما بيحصل ما بينهم خناق وزعيق في البيت، مشاجره يعني عاديه، في وجود الاطفال، هل ده اسلوب كويس ولا راي حضرتك ايه؟ لا اسلوب وحش، بس هي الدنيا بتجبر ان الواحد بيعمل مشاكل على اساس يعني الدنيا غاليه والواحد بيبقى مخنوق ومفيش معايش والدنيا ضيقه وكل حاجه غلاء،
طب الطفل ايه ذنبه مثلا يشوفكم بالشكل ده او يشوفهم بالزعيق هو والعصبيه كده دي؟ كده قاعد في البيت، هو لازم يعني هيحصل زعيق يعني العيل بيطلع طب مش ممكن يدخل الاطفال الاوضه مثلا او ياخد الزوجه على جنب؟ والله برضه هيبقوا سامعين، حتى لو في الاوضه برضه هيبقى العيل سامع، لان الباب خشب عادي يعني. طب مش ده شيء خاطئ والطفل بياخد انطباع؟ والله هو غلط، بس يعني ساعة الانفعال بيبقى الواحد ايه غير في وعيه يعني، بيقول حياتنا يعني انت راي حضرتك ان دي حاجه كويسه يعني ولا؟ والله هي مش كويسه، بس طبعا حاجه بتبقى غلط. طب تنصح دلوقتي اي اب وام تقول لهم ايه؟ والله هو المفروض كل واحد يجيب له عيل او عيلين على الكد، تمام. وحاله ايه يمشي كده واحده واحده، وبلاش مشاجرات وبلاش خناقات. وبلاش مشاكل، ربنا يعني يعيش معيشه حلوه كده. اصل دي بتولد في الطفل حاجات لما بيكبر هو اول واحد هو بيعلم بيعاني. بيعلم اللي بعديه على طول. صح؟ شكرا وفرصه سعيده لحضرتك، شكرا، شرفت بيك.